في ظل الظروف اللي محطوط فيها النادي الأهلي وكم الفشل اللي موجود في المؤسسة بأكملها في إدارة كرة القدم، إلى إن النادي الأهلي بيثبت إن هو المنظومة الوحيدة اللي ناجحة على مستوى جميع الألعاب، مش هنقول كرة القدم بس، إلا وإن النادي الأهلي رغم الظروف دي كلها بيعرف يجيب البطولة. ما بالك بقى نادي بحجم النادي الأهلي لو وقع في مؤسسة بتدير كرة القدم دي صح كان هيبقى في حتة تانية. ناس هتقول لك ما الأهلي في حتة تانية، هقول لك بس قبل ما نبدأ حلقتنا مع بعض ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحاهم ويثبت أقدامهم يا رب العالمين. النادي الأهلي النهارده بيقدر يفوز على بيراميدز في مباراة يعني كانت قوية جدا، يمكن مش هو ده المستوى اللي بنبقى منتظرينه من النادي الأهلي، إن لحد ما كان في برضه يعني بعض اللقطات كده اللي بتقول ان اللعيبه دي لازم تريح، لازم الراحه، الا ان النادي الاهلي قدر ياخد 3 نقط النهارده من بيراميدز يفرقوا معاه، او مش يفرقوا معاه، بشكل كبير يحسم بيهم الدوري. في ظل الظروف اللي اتكلمنا عليها دي النادي الاهلي بيقدر ان هو يحقق اي بطوله بيشارك فيها. بنشوف النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا فارق عن كل الفرق، كاس مصر فارق عن كل الفرق، سوبر مصري فارق عن كل الفرق. الناس هتقول لك بالمجاملات والتحكيم وهيجي يقول لك للصبح. هقول لك يا عزيزي ده مش فارق بلقب او 2 أو 3 عشان يتجامل بيهم. انت بص في دوري ابطال افريقيا اللي كل حاجه مختلفه فيها بالنسبه للاتحاد المصري واللجنه المسابقات المصريه والحاجات دي كلها، فارق عن بقيه الانديه اللي حواليه ب7 ألقاب، يمكن اقربهم مازيمبي والزمالك. في الدوري المصري فارق عن اقرب منافس ليه اللي هو نادي الزمالك ب30 دوري، الزمالك 13 الاهلي 43، يعني 30 دوري على ما اعتقد ان الزمالك 13 ب30 دوري. هيتجامل في كله ده سوبر وكاس فارق ب10 وب15 لقب. الاهلي دايما في حته تانيه، الاهلي دايما في حته تانيه. ادي للنادي الاهلي منظومه تدير صح، محدش هياخد بطولات، مفيش فرق هتنافس على بطولات. الناس بتزعل وتقول لك الدوري المصري الاهلي والزمالك بس هم اللي بينافسوا بعض، او هم اللي بيقدروا ان هم يحرزوا الدوري المصري او يقدروا يحققوا بطوله الدوري المصري. طب تخيل انت كده يا عزيزي مع بعض كده ان انت طلعت النادي الاهلي من الدوري المصري، هتسمع ان الزمالك بياخد الدوري المصري، هتسمع ان الاسماعيلي بينافس على الدوري المصري، المصري يقدر ان هو يحقق الدوري المصري. انا من رايي ان انتوا خرجوا النادي الاهلي من قاره افريقيا كلها، مش هنقول بقى الدوري المصري ولا دوري ابطال افريقيا، لا، خرج الاهلي من القاره كلها، يلعب بقى في الدوريات الاوروبيه، يلعب في الدوريات الاسيويه، يلعب زي ما يلعب. النادي الاهلي لولا وجوده في الدوريات دي بشكل كبير كان زمان الفرق المنافسه ليه عندها لقب واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وثلاثين النادي الاهلي يعتبر بيلاعب نفسه. يعني انت تخيل معايا كده رغم الفشل اللي موجود في المؤسسه كلها الا ان النادي الاهلي بيقدر يخش البطولات ويقدر يحققها، فدي في حد ذاتها حاجه يحسد عليها النادي الاهلي والمنظومه اللي بتدير النادي الاهلي. مش بالمجاملات زي ما الناس بتقول، اللي يقول لو دورت على الناس اللي بتقول بالمجاملات دي من جواها عارفه قد ايه النادي الاهلي ناجح وبيعرف يحقق نجاحات، ويتمنوا الانديه اللي هم بيشجعوها توصل لنفس اللي النادي الاهلي بيوصل ليه. النهارده النادي الاهلي بيقدر ياخد 3 نقط غاليين جدا، يقدر يبتعد بصداره الدوري المصري عن بيراميدز رغم ان لسه له لقاءين او يمكن نقطتين فرق ما بينه وبين بيراميدز. طبعا يمكن بيراميدز عنده، يمكن بيراميدز لعب 68 مباراه، 29 مباراه 68 نقطه. النادي الاهلي لعب 26 مباراه 66 نقطه، يعني هنا في فرق 3 مباريات فرق ما بين النادي الاهلي وبيراميدز، والنقط اللي بيبتعد بيها بيراميدز عن النادي الاهلي في صداره الدوري هم نقطتين.
يعني النادي الاهلي لو خد المؤجلات بتاعته اللي هم الثلاث مباريات الفرق بينهم وبين بيراميدز، يبتعد عن بيراميدز ب7 نقاط. وبالتالي النادي الاهلي طالما ابتعد بكم النقاط دي، او مش بال7 نقط، لا ده لو الاهلي ابتعد بثلاث 4 نقط بس، ما بينزلش من على الدوري غير لما بياخد الدوري. فبالتالي بنسبه كبيره الاهلي حسم الدوري. هنتكلم عن الموضوع الثاني وهو وسام ابو علي. وسام ابو علي المهاجم ده، يعني فينك يا ابني من زمان والله. يعني احنا كاهلاويه بندور عليك من زمان. المهاجم اللي ينزل لغايه تحت يستلم كوره ويطلع يشغل في المدافعين فوق، مهاجم يعني هجام زي ما بنقول بلغه كره القدم كده. النهارده وسام يعني من ثقته في نفسه النهارده بيحط الجول اللي يعتبر النادي الاهلي فاز بيه بكل بساطه وكل سلاسه كده. يعني انا شايف ان وسام لولا الاصابات اللي لحقت بيه كان وسام زمانه هداف الدوري المصري. يمكن ما فرقش كتير عن الهدافين. يمكن الهدافين فيستون مايلي يمكن 14 هدف، بيليه على طول حسام اشرف لاعب بلديه المحله 12 هدف، وسام بمباراه النهارده 11 هدف. الفرق مش كبير بينه وبين هدافين الدوري. وسام لولا الاصابات اللي لحقت بيه كان زمانه هداف الدوري المصري. ولسه بدري، وعلى ما اعتقد انا كاهلاوي بقول لك خدها مني ان وسام هيبقى هداف الدوري المصري. وسام خامه جيده جدا، خامه عاليه جدا، ربنا يا رب يبعد عنه الاصابات. وسام عايز مطوشه ورا بعض كده، عكس كهربا خالص. يمكن الناس قاعده تنتقدنا شويه بسبب ان احنا قاعدين نقول كهربا مش واقف بدنيا، والنهارده يمكن كهربا نزل اخر 10 دقايق ولا اخر 7 دقايق ولا اخر 8 دقايق كهربا مش موجود. كهربا بدنيا واقع. كهربا يشوف له مدرب احمال كويس يشتغل عليه لوحده عشان يقدر ان هو يقوم بدنيا، سواء مع النادي الاهلي او مع فرق تانية خارج النادي الاهلي. يعني في اخبار بتقول ان كهربا هيرحل، وفي اخبار بتقول ان كهربا قاعد. بتمنى من كهربا، ودي نصيحه، كهربا لعيب كبير، وكهربا من اللعيبه اللي كانت جايبه فورمه الاتحاد وفورمه الزمالك، ما شفناهاش لغايه النهارده. بنتمنى نرجع لنفس المستويات دي. كهربا عشان يرجع للمستويات دي لازم يشتغل على نفسه صح، لازم مدرب يشتغل عليه بشكل فردي صح. بتمنى ان هو يعمل ده. النهارده نزل 10 دقايق ولا 7 دقايق مش قادر يجري، بيجيله كذا كوره مش عارف يستلم، مش عارف يجري، مش عارف يراوغ، مش عارف، مفيش كوره، مفيش. كهربا نسي الكوره خالص. بتمنى ان هو يرجع لمستواه الطبيعي. بتمنى ان هو يشد حيله شويه سواء مع النادي الاهلي او مع غير النادي الاهلي. كهربا عزيز على قلوب الاهلاويه كلهم وكلنا بنحبه. وبكده تكون انتهت حلقتنا. ما ننساش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويثبت اقدامهم ويرحم شهدائهم. وما ننساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.